تاني مرحلة في فانل التسويق والإعلانات، بعد ما قلنا إن أول مرحلة هي إن العميل بيشوف الإعلان بتاعك، تاني مرحلة هي إن العميل بيبدأ إن هو يقف على الإعلان ويبدأ يقرأ المحتوى بتاعك، ويبدأ يفتح الفيديو بتاعك يشوف المحتوى، أو إن هو حتى يبدأ يدوس على اللينك ويبدأ يخش على الويب سايت عشان يبدأ يشوف أنت بتعرض إيه أو إيه هي التفاصيل. والمرحلة دي بتتقاس بنسبة مئوية، يعني كام في المية من اللي شافوا الإعلان وقفوا وبدأوا يدوسوا على اللينك أو يفتحوا الفيديو أو يقروا المحتوى. وعشان مثلا لو انت عايز يبقى فيه رقم معين تقدر تقيس بيه اذا كنت الاعلان بتاعك تمام ولا لا، فالمتوسط بيبقى تقريبا 1%. يعني لو 1% من اللي شافوا الاعلان وقفوا وضغطوا على الاعلان، ايا كان بقى فتحوا الفيديو او داسوا على اللينك، فده يعتبر تمام. فيما فوق طبعا بعد الواحد في المية او اكتر من 1%، كل ما بيزيد عن 1% ده معناه ان انت الاعلان بتاعك نوعا ما ناجح من ناحية الكرييتيفز والاد كوبي. كل ما اقل عن الواحد في المية، يبقى انت كده محتاج ان انت تبدا تعدل في الاد كوبي اللي هو المحتوى، او الكرييتيفز اللي هو الصور او الفيديوهات بتاعه الاعلان بتاعك، بحيث ان انت تبدا تحاول تشد اكبر عدد عملاء من اللي شافوا الاعلان ان هم يبداوا يضغطوا على الاعلان، عشان ده بالتالي يبدأ يسمع معاك في باقي مراحل الفانل. فبالتالي تلاقي كل المراحل اللي جاية تبدأ تسمع معاك بنتائج أحسن.